سلام. سؤال يتكرر دائما: مهند، اللغة الروسية صعبة، هل أقدر أتعلمها؟ اللغة الروسية زي الإنجليزي، اللغة الروسية هل مثلا يكفيني سنة إني أتعلمها؟ دائما السؤال هذا ينسأل كل واحد وكل شخص، وأي واحد يبغى يفكر يجي روسيا يدرس بالروسي ولا بالإنجليزي يسأل عن اللغة الروسية. حقول لكم اليوم أشياء ونصائح وكم عروض دائما يقدموها الجامعات الروسية عشان الناس تتعلم لغة روسية أفضل أحسن. أول سؤال وأهم شيء: شخص في دولة عربية مثلا، يفترض انه من مصر، بيجي على روسيا يبغى يدرس باللغة الإنجليزية. طيب بيدرس 5 سنوات طب 6 سنوات طب باللغة الإنجليزية. ايش حتفيده اللغة الروسية؟ دائما احنا نكرر الاشياء هذه لانه الناس يسألوا عنها كثير، وكل واحد يدخل يكرر نفس السؤال. يقول لك: يا مهند، انا بجي بدرس باللغة الإنجليزية كذا ولا كذا، بكتسب اللغة الروسية من الشارع. يعني اول سنه وثاني سنه ما ادري. ما في شيء اسمه بكتسب من الشارع، بجي صفر وبكتسب من الشارع. ناس قليل اللي يتعلموا اللغه من الشارع. اولا ايش معنى كلامي هذا؟ صح انه الممارسه حلوه وانك تتعلم من الشارع كثير وانك تسوي، بس اللي يكون الاساس عنده صفر، قواعديا عنده صفر، كل شيء عنده صفر، صعب انه ياخذ اللغه من الشارع. ما شاء الله تبارك الله، اعرف ناس اصحابي طيب مثلا جاء درس كم شهر لغه روسيه، 6 شهور 5 شهور سنة، بعدين التخصص درسوا باللغة الإنجليزية وما شاء الله تبارك الله تخرج وخلص، الحين عنده الإنجليزي والروسي حلو. في ناس أعرفهم برضو جا قال لك بتعلم من الشارع والحين برضو بيخلص واللغة الروسية عنده صفر. فالفكرة ايش هي؟ الفكرة انا دائما انصح الشخص اللي بيجي هنا، حتى لو انت مثلا حتدرس باللغة الانجليزية ما حتستفيد من اللغة الروسية. ما في شيء اسمه ما حتستفيد من اللغة الروسية. مثلا انت جاي تدرس طب، قلنا ما هذا واحد جاي من مصر جاي يدرس طب، حيقعد 5 6 سنوات، محتاج انه يروح بقالة، محتاج انه يتصل احيانا تاكسي ما يوصل، محتاج انه يروح طيران لاي مدينة، محتاج انه يتمشى، محتاج انه يطلب في مطعم، ممكن لا قدر الله مرض، تعب، صار له حادث، صار لك اي شيء. انت هنا في بلد ما يتكلموا انجليزي ترى. صح مثلا حاليا بدأوا الناس يتكلموا انجليزي والصغار دول يتعلموا انجليزي، بس الشعب الروسي من الشعوب اللي تعتز باللغة حقها. فالشعب يتكلم لغة روسية كلهم، يعني كله روسي 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 روسي. فنادرا ما تلقى اشخاص قليلين يتكلموا باللغة الانجليزية. فلذلك نصيحة اولا لاي شخص حاب انه يجي هنا يدرس باللغة الانجليزية: تعال ادرس باللغة الانجليزية عادي التخصص، بس اول سنة تعال تعلم لغة روسية، تعرف تتعامل مع الناس. حتى مثلا بعدين لو نزلت عملي طب وزي كذا المستشفيات برضو يتكلمون باللغة الروسية حتى لو انت دارس باللغة الانجليزية. فتعال ادرس اول سنة لغة روسية، بعدين كمل انجليزي او ادرس تخصصك باللغة اللي تحبها، في انجليزي فرنسي باللغة اللي تحبها انت وباللغة اللي متاحة في الجامعة اللي حتدرس فيها انت. هذا بالنسبة للناس اللي جايين يبغوا يدرسوا انجليزي. الناس اللي جايين يبغوا يدرسوا باللغة الروسية، دائما الجامعات الروسية تقدم عروض. ايش هي؟ والله الاغلب يقول: مهند، اللغه الروسيه صعبه. اللغه الروسيه صعبه كاي لغه من اللغات اللي انت تشوف حروفها اول مره في حياتك. مثلا الانجليزي، حتى لو ما نعرف انجليزي، بس شفنا الانجليزي في حياتنا، يعني شفنا الانجليزي والله في الجامعه في المدارس، نعرف اي بي سي دي ومدري ايش، نعرف هذا هو مدري ايش، هي بعيد قريب، كلمات سهله وقد مرت عليك. بس اللغه الروسيه او اللغه الصينيه او اللغه التركيه او اي لغه من اللغات هذه انت اول مره تشوفها في حياتك. اكيد اللغه هذه حتكون صعبه عليك، ما حتكون سهله مثلا زي الانجليزي او زي لغتك الام. فالجامعات الروسيه تقدم عروض. ايش العروض اللي تقدمها الجامعات الروسيه؟ مثلا احنا الحين في شهر 11، مخلصين شهر 11 داخلين على شهر 12. اغلب الجامعات او بعض الجامعات تقول لك: تعال طيب الدراسه في الغالب في الجامعات الروسيه للتحضيري في الغالب تبدا شهر 9، شهر سبتمبر تبدا. بعض الناس مثلا ممكن يبداوا شهر 10 شهر 11 عادي، يعني لو تاخرت شهر شهرين ما تفرق. فالجامعات الروسيه تقول لك: تعال، دام الاغلب يقول ان الروسيه صعبه ويبغى لها مثلا سنه ونص او شيء زي كذا، شهر 11 هذا جامعات تبدا تقبل اوراقك، تخليك تيجي شهر 1 او شهر 2 تدرس شهر 1 و2 و3 و4 و5 و6 كانها نص سنه، وتكمل السنة الجاية على انها سنة كاملة، فتكون كأنك دارس نص سنة هذه اللي جاي عليها وسنة، فتصير كأنك دارس لغة روسية سنة ونص. مستواك في الروسي يتحسن، تعرف اشياء كثيرة تصير معك افضل. فهذه من افضل الاشياء تقدمها جامعات كثير في روسيا.
فرسالة لكل شخص حاليا جاهز ويبغى يجي روسيا ويبغى يتعلم لغة روسية بشكل أكبر، متاح العروض هذه إنه يخليك تجي تدرس في روسيا، بدل ما تدرس سنة بس تدرس سنة ونص. فأي شخص حاب يقدم مثلا عن طريقنا، حاب ندله على جامعات معينة، دائما أحط رقم الواتس فكلموني. بندلكم، بنحاول نساعدكم في التسجيل، او ممكن احنا نقدم لكم الخدمه هذه كامله من استقبال ومن كل شيء. حتى الناس اللي مثلا والله ناويه انها تدرس السنه الجايه شهر 9 باللغه الانجليزيه، ممكن عندها مجال انها تيجي حاليا تدرس بس لغه روسيه نص سنه، تعرف تتعامل مع الناس، تعرف تتكلم، والسنه الجايه الجديده تدرس انجليزي او تكمل بالروسي او الشيء يعني اللي تحبه. فنتمنى احنا دائما مقاطعنا هي تجيب عن تساؤلاتكم، واحد عنده سؤال معين، واحد عنده شيء معين، فاتحفونا بلايك واذا عندك سؤال او استفسار او شيء تحب نتكلم عليه في القادم كلمني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.